قبل ما نبدأ الفيلم ما تنسوش تدعوا في الكومنتات لإخواتنا في فلسطين. عصابة بتخطف البنات وبتبيعهم ب10 مليون دولار. يبدأ صاحب الفيلم بهيون واللي بتتخطف وبتتحط في شنطة العربية وبتصرخ وبتطلب المساعدة، وبيكون اللي خاطفها واقف قدامها بكل برود وبيطلب منها تهدى. ولما بتحس إن مفيش فايدة من اللي بتعمله بتبدأ تهدى فعلا، وبتلاحظ وشم مرسوم على إيد اللي خاطفها. بعدها بيقفل شنطة العربية وبياخدها وبيمشي. بنرجع بالذاكرة ليوليو سنة 1994، وبتكون هيون بتشتغل مع والدتها في المتجر. بعدها بتروح تقابل صديقتها آبي واللي بتديلها بطاقة مزورة واللي هتستخدمها هيون علشان تدخل نادي ليلي، وبيتفقوا انهم هيخرجوا سوا الليلة دي. بعدها بيجي ابوها واللي بيعرفها انه سمع كلامهم مع بعض، وبيطلب منها انها ما تعرفش امها اي حاجة عن البطاقة المزورة لانها لو عرفت هتمنعها من الخروج، وبيديلها الخاتم اللي كان ناوي يقدمه لها يوم تخرجها، وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها. وبيروح عشان يسلم البضاعة اللي معاه. بترجع بعدها للشغل مع والدتها واللي بتعملها بحزم، ولما بتعرفها هيون انها عاوزة تخرج الليلة مع صاحبتها متأخر بترفض امها وبتطلب منها ترجع البيت قبل الساعة 10 بالليل. لكن بعد محاولات انها تقنعها بتوافق امها في النهاية. بالليل بتخرج هيون مع ابي، وبتكون دي اول مرة تدخل فيها هيون مالها ليلي، وبتكون سعيدة جدا بالتجربة الجديدة دي. وبيحاول شاب لابس زي عسكري انه يتعرف على هيون، لكنها بتعرفه انها لسه صغيرة، فبيأكد لها ان دي حاجة خاصة جدا، وبيسيبها وبيمشي وبيروح يعمل مكالمة. بعدها بيرجع يكمل كلامه معاها، لكن بيكون الوقت اتأخر وبتكون هيون لازم تمشي، لكنها مش بتلاقي ابي. فبيعرض عليها الشاب انه يوصلها بعربيته، وهم في الطريق بيعرض عليها انهم يلفوا سوا بالعربية، لكنها بترفض وبتعرفه انها ما ينفعش تتأخر اكتر من كده علشان ما يحصلش مشاكل مع والدتها. فبيوافق انه يوديها البيت، لكن قبل ما يوصلها بينزل من العربية عشان يعمل مكالمة تليفون. وهو راكن العربية بتظهر عربية وراهم فجأة، وبيروح الشاب للعربية. فبتلاحظ هيون وجود عدد من الشارات المزيفة وكمان مجموعة من الملابس العسكرية المزيفة في كنبة العربية اللي ورا. فبتبدأ تحس ان في حاجة غلط، فبتنزل من العربية وبتجري بسرعة، لكن حد بيخبطها بقوة وبتفقد الوعي على الفور. تاني يوم بنشوف الجنرال بوب بيسوق عربيته وبيتكلم مع بنته في التليفون، وهو في طريقه بيلاحظ ان المأمور واقف مع حد وبيبصوا على حاجة معينة. بيروح علشان يشوف اللي بيحصل، فبيعرفوا المأمور ان الراجل ده لقى جثة في ارضه واتصل بيه. فبيطلب منه بوب انه يوريه الجثة، ولما بيشوفها بيسأل صاحب الارض فيل اذا كان في حد عايش معاه او اذا كان حكى لاي حد غيرهم عن الموضوع. فبيأكد له فيل انه عايش لوحده وان محدش يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. وفجأة بيخرج بوب بندقيته وبيقتلهم هما الاتنين، وبترجع هيون لوعيها وبتلاقي نفسها في عربية مع بنتين تانيين. وفجأة بتقف العربية وبيقرب راجل ضخم من هيون، فبتفقد وعيها مرة تانية. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في السرير، وبتلاحظ انها في أوضة تشبه أوضة العمليات الجراحية، وبتقرب منها ست بتكون كأنها ممرضة ومش بتدي هيون أي فرصة إنها تتكلم، وبتخدرها على الفور وبتفك قيودها وبتبدأ تعالج الجرح اللي في راسها، وبتطلب من الرجالة الموجودين إنهم ياخدوها للحمام. لما بتفوق بتكتشف إنها في مكان فيه بنات كتير جدا من نفس سنها ولابسين نفس هدومها. وبيجي الجنرال بوب ومعاه صندوق مليان بالقطط، وبيطلب من كل واحدة منهم إنها تختار قطة علشان تربيها. وبيطلب من بنت اسمها سيفيتلانا إنها تختار أول قطة، وبيبان إن سيفيتلانا بنت مميزة في المجموعة. بعدها بيحذرهم من التفكير في الهروب، لأن اللي هتحاول فيهم تهرب هيكون مصيرها الموت، زي ما حصل مع زميلتهم ماريا واللي قتلها بمجرد محاولة تهرب. بيحسوا كلهم بالخوف، تاخد كل واحدة منهم قطة ما عدا هيون واللي كانت نايمة على السرير. فبيروح لها بوب وبيعرفها انه يعرف كل حاجة عنها وبيقول لها شوية معلومات. فبياخد فوجن الخاتم بتاعها، وبيطلب منها بوب انها ترتاح يوم او 2 علشان تقدر تتجاوز الصدمة، لكن بعد كده هتستلم وظيفتها الجديدة. وبيعرفها ان اسمها الجديد هيكون ايدن، وبيطلب منها انها ما تعرفش اي حد باسمها الحقيقي. بتفهم من كلامه ان اللي خطفوها عصابة بتتاجر في البنات، وبيحذرها بوب انها لو عملت اي مشاكل او حاولت تهرب هيأذي اهلها لانه يعرف كل حاجة عنهم. بعدها بتستعد عشان تبتدي شغلها مع البنات،
وبيدوهم هدوم علشان يلبسوها ويستعدوا للشغل. بعدها بياخدوا هيون وبنت تانية اسمها كيو وبيوديهم نادي ليلي، وهناك في ست بتربطهم وبتضربهم. في نفس الوقت بيكون فوجان بيصورهم. بعدها بنشوف هيون محبطة جدا وبتحاول كيو انها تهديها. تاني يوم بياخد فوجان هيون للشغل اللي مش تمام، لكنها بتهرب بسرعة، لكن بيقدر فوجان انه يسيطر عليها ويرجعها. لما بتحاول تطلب المساعدة من الناس بيعرفهم فوجان انها مجرمة وانه ضابط شرطة وبينفذ شغله. بترجع هيون مرة تانية وبيقرر فوجان انه يعذبها علشان ما تفكرش تهرب تاني، فبيحطها في حوض مليان تلج وبيسيبها طول الليل. بتفضل هيون على الحالة دي لمدة سنة ومش بيكون ليها أي أصدقاء غير كيو. بعدها بتلاحظ إن الخاتم بتاعها في إيد سيفيتلانا، فبتعرفها كيو إن سيفيتلانا هي أكتر حد المفروض يسمعوا كلامه لأن عمرها فوق ال 18 سنة، وده معناه إنها بقت شغالة معاهم. بعدها بتروح هيون مع فوجان لمالها ليلي، وبعد ما بتخلص شغلها بتجهز نفسها علشان ترجع، لكن قبلها بتكسر كعب جزمتها وبتخبيه. بتكون هيون بدأت تتعود على المكان وعلى كيو، لكن لما بترجع لأوضتها مش بتلاقي كيو، وبتكون سيفيتلانا قاعدة قريب منها. بالليل لما بتتأكد هيون إن سيفيتلانا نامت بتطلع كعب الجزمة وبترشقه في رقبتها علشان تاخد الخاتم بتاعها. بيتدخل فوجان فورا وبيقرر انه يعاقب هيون انه يخليها تبلع الخاتم، وبتطلب من فوجان انه يشغلها معاه في الحسابات لانها بقت عمرها 19 سنة، لكنه بيرفض وبيعرفها انه هو الوحيد اللي يقدر ياخد قرار زي ده. تاني يوم في الحفلة بيبدأ فوجان انه يفكر في كلام هيون، خصوصا انه ضعيف في الحساب، فبيقرر انه يديها فرصة ويخليها تساعده. فجأة بيلاحظ ان البنات استغلوا انشغاله وبدأوا يهربوا، فبيركب عربيته مع هيون علشان يدور عليهم. فبتشوفهم هيون وبتعرفوا مكانهم. بتفهم وقتها هيون انها تحولت من مخطوفة لفرد من افراد العصابة. بالليل بتروح للحمام وبتنظف خاتمها وبتلبسه. وتاني يوم بتشوف فوجان بيجهز البنات عشان يبعتهم للشغل اللي مش تمام، ما عدا هيون واللي بياخدها معاه عشان تنظف له بيته. بعدها بياخدها المكان فيه مكتب علشان تبدأ شغلها وتقدر ترد على المكالمات. لما بتشوفها سيفيتلانا بتتعصب جدا لانها ممكن تاخد مكانها، لكن فوجان بيعرفها ان دي اوامر، وهو بيطردها من المكتب وبياخد منها قطتها وبيديها لهيون وبيعلمها ازاي تشتغل وترد على الزباين. لما بتسأله عن الاسعار بيعرفها ان كل اللي بيتعاملوا معاهم عارفين الاسعار كويس، وان اي حد يسألها عن الاسعار لازم تبلغه فورا. بعدها بتبدأ تساعده في نقل البنات والمخدرات وبقت مسؤولة عن الحسابات. بعدها بنشوف بوب المسؤول الكبير عن أكبر عصابة بتتاجر في البنات، وهو بيلقي محاضرة عن العصابات وأضرار الإتجار بالبشر. بعدها بيوصل الضابط روف واللي بيعرف بوب إنه بيحقق في قتل المأمور وفيل واللي حصل من السنة اللي فاتت، وإن نظام تحديد المواقع أثبت إن بوب كان موجود في مكان الحادثة وعشان كده جاي يسأله. وقتها بينكر بوب كلامه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بنشوف هيون بترد على التليفون وبتسجل معلومات العميل، ولما بيسألها عن السعر بتشك إن في حد بيراقبهم، فبتعرفه إن السعر $600 ومش بتبلغ فوجان بأي حاجة. تاني يوم بيروح فوجان مع بوب علشان يتخلصوا من جثث بنتين قتلوهم، وكانوا متفقين انهم هيرموا الجثث في البحيرة. بعدها وهم قاعدين في القارب بيقتل فوجان بوب فجأة. بعدها بيطلب من هيون انها تهدى لان دي اوامر صحاب الشغل الكبار. بعدها بيرجعوا للسكن، تاني يوم بياخد فوجان هيون معاه عشان يزوروا 2 من رجالة العصابات، وهناك بتكتشف ان في واحد على ايده نفس الوشم بتاع الشخص اللي خطفها وحطها في شنطة العربية، فبتعرف ان هو ده نفس الشخص اللي خطفها وبتطلب انها تدخل الحمام. وقتها بتكتشف ان المكان مجهز للولادة، وبتلاقي اوضة غريبة وبتدخلها، وهناك بتلاقي صاحبتها كيو واللي بتكون حامل. بتعرفها انهم واخدين بالهم منها كويس وان الجنين صحته كويسة، فبتعرفها هيون انهم اكيد هيحاولوا يؤذوها وانها هتحاول تنقذها، لكن كيو بترفض لانها عارفة ان هيون بقت شغالة معاهم. بعدها بينادي فوجان على هيون علشان تشوف خبر موت بوب في التلفزيون، وبتكون الشرطة اكتشفت ان بوب كان متورط في قتل فيل والمأمور. وقتها بيحس فوجان ان في حاجة غريبة في هيون، وهم في الطريق بيبدأ يسألها عن اللي شافته لما كانوا في البيت، فبتعرفوا انها شافت اوضه الولاده، وده معناه انهم بيتاجروا في الاطفال. بيكون فوجان عاوز يختبرها هتخونه ولا لا، فبيطلب منها انها تقتل البنت اللي معاهم في العربيه. ولما بيشوفها انها كانت على وشك تقتلها فعلا بياخد منها البندقيه وبيتاكد من ولائها ليه. وهم في الطريق بتيجي مكالمة لفوجان بتعرفه انه لازم ينقلوا البنات لاي مكان تاني لان في حد بلغ عنهم.
وفعلا بينقل البنات، وبتساعده هيون انه يحرق الملفات واي ادله ضدهم في المكان. بعدها بتروح للبيت مع فوجان، واللي بيطلب منها تختار جواز سفر في صوره تشبه صورتها، ولما بتساله هيروحوا فين بيعرفها انهم هيسافروا لدبي. بتستغل هيون انشغاله وبتحط له سم في الانبوبه اللي بيشرب منها مخدرات، وفعلا بيموت على الفور لما بيتعاطى المخدر بتاعه. بعدها بتاخد هيون كل الفلوس وجوازات السفر المزوره وكمان حقنه مخدره، وبتروح للبيت اللي فيه كيو وبتعرض على الراجل انها تشتريها منه، لكنه بيرفض لانه شايف ان المبلغ قليل، وبيسمح ليها بس انها تشوفها لمدة 5 دقايق وهي ماشية وراه. بتحقنه فجأة بالحقنة المخدرة وبتدخل الأوضة اللي فيها كيو، لكن كيو بترفض إنها تروح معاها لأنها لازم تفضل مع طفلها. فبتعرفها هيون إن العصابة باعوا ابنها وبتاخدها وبتهرب فورا من المكان. بعدها بتحاول تتصل بأمها، واللي أول ما بتسمع صوتها بتبكي في لحظة مليانة بمشاعر الحزن والفرح في وقت واحد. وبتكون هيون قدرت إنها تنقذ نفسها وصديقتها كمان. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وشاركنا برأيك في التعليقات، وما تنساش تقترح لنا في الكومنتات أفلام تحب نلخصها.